السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وصحتكم بخير. واش حوالكم؟ قولوا لي واش درتوا؟ كملتوا الحلاوات؟ هذا وين بديتوا؟ واش داروا ولادكم في الامتحانات؟ واش جابوا لكم النتائج ملاح والله لا؟ فرحوكم والله لا؟ شاركوني البنات، اكتبوا لي في لي كومونتير كامل كامل واش عندكم، واش درتوا واش ما درتوش. قبل ما نبداو فيديو اليوم كالعاده نصلي ونسلموا على خير الانام سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الفيديو تاع اليوم شوفوا راح نشارك معاكم البنات واش درت من حلويات العيد. بديت لكم لهنا شوفوا بالمقروط، ما شاركتش معاكم الوصفه انا ندير 2 كيلات ونص البنات. سميد متوسط درته مع كيله تاع عيدام، حكيته مليح ومن بعد نبلو بنفس الكيله بين ماء وما زهر مع الملح بلا ما نساوه. وخدمت لهنايا بالغرس تاع البطانه. قاعده نعت لكم البنات لهنا كي تحطوا المقروض في البلاطو ديما خليو هذاك الفيد تاع 1 سنتيمتر باش من بعد في الفور كي يتنفخ لكم هذاك السميد ما يتشقلكمش المقروض تاعكم. نروحوا لهنا الوصفه اللي حبيت نشاركها معاكم تاع الصابلي. صدقوني وصفه ناجحه 100%. والله يا البنات شوفي هذه ديريها وعينيك مغمضين. خرجت لي 150 حبه. 150 حبه البنات مش لاصقين في بعضهم، كي تلصقوهم ديروا حسابكم. درت لهنا شوفوا كيله. ديروا لا مارغرين اللي تخدموا بها، لابيل ولا سول ولا اي مارغرين عندكم. بحرارة الغرفة. زدت عليها لهنا كيلة ناقصة صبع تاع سكر غلاس. زدت عليها ربع كيلة تاع زيت لافاني. هاك تشوفوا لهنا نحط كلش مع بعضها البنات وديته للبيترا. ما قدرتش نبلكم باللي عندي مريضه تسمى بذراعي، ما نقدرش هو اللي يقدر يحرك حتى بيده برك يخلط بيده، انا خلط بالبيترا. والكولار هذا البنات ومن لافاني اللي حطيتها. لافاني هذيك فيها الكولار كي شغل مايل للصفوريه والله الكراميل شوي. تخلطي مليح حتى يولي الميلون. شوفوا كيفاه يولي ويولي خفيف وطالع. لهنا انا واش زدت شوفوا 4 عظمات وزدت 2 صفار. تسمى في كل 250 غرام نزيدوا 2 عظمات وصفار. انا مادام درت 500 غرام زدت لهنايا 4 عظمات يكونوا حتىهم بحراره الغرفه، وزدت 2 صفار بيض وحطيتهم لهنا وزديتهم للبيتران خلطتهم مليح. شوفوا اللي عندها البيتران والله كي الحسنه ينحي عليك هانا كبيره. دركا معادو حتى يحكوا المقروض بالبيتران. وحبيت نحي عليا البنات قلت تسمى بعجينه واحده ندير ونحي عليا في نهار. حبيت درت ثاني الغريبيه ما شاركتش معاكم الوصفه، باذن الله في الفيديو الجاي تسمى به ما يجينيش الفيديو طويل نشاركه معاكم. لهنا بعد ما خلطت مليح زدت كيله ناقصه صبح حتى هي مايزينا وكيس ونص خميره كيميائيه، يعني 15 غرام خميره كيميائيه. هاك تشوفوا فيها البنات. ونخلط كلش لهنا انا باش ما يتنطرليش نشا نعرفوه خفيف تسمى كيما يقيسوا الفوي راح يتنطر. خلط لهنا السح هكا باش ينسجم لي مع المقادير الاخرين وباش حطيته باش وليت نلم في العجينه تاعي. ها في ساعه يتخلط وصدقوني يجي خفيف لهنا وخفيف انديري واش نقول لكم وصفه ناجحه وخلا. جربوها برك ويعني شت بزاف اللي داروها. انا لهنا شوفوا كي توصلوا للقوام هذا البنات توصلوا للنشا وتخلطوا مليح تقسموا تاعكم على قد ما حابين ديروا ليغو. انا لهنا قسمته على 2 برك. انتم تحبوا حتى تقسموه على 4 ديروا 4 تاع ليغو. انا حبيت ندير شوكولا وفاني برك قسمته على 2. تقدري ديري شوكولا ديري فريز ديري كراميل واحده ديريها فاني، يعني انتي حره يخرج لك ما شاء الله. انا هذا درت له لهنا زدت له مغرف ونص تاع الكاكاو حبيت نديرو بالقو تاع الشوكولا. خلطته لهنا ونبدا نزيد في الفارينه حتى نتحصل على عجينه تكون طريه وما تلصقش في اليد، يعني القوام راهو معروف. وبديت لهنا بالكاكاو لانه نعرفوا الكاكاو يشرب شويه. خلي العجينه تاعك طريه لانه شوفوا من بعد كي نحلوها الكاكاو نعرفوه يشرب. وديما كيما نقولوا كي تحلوا العجينه تاع الصابلين حلوها بين لي بابي باش كيما نقولوا ما نزيدوش الفارينه وتعاود تنشف معنا العجينه. شوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه. غطيتها بجهه ورحت نزيد نلم العجينه تاع الفاني. شوفوا الكميه اللي درتها بالكاكاو. انا كنت ديجا هنا البنات بعد شعلت الفور تاعي باش يسخن لي مليح وجيت لهنا للفاني زدت لها الفارينه وبديت نخلط حتى ثاني نتحصل على عجينه ما تلصقش في اليد، حاجه خفيفه ظريفه. لهنا البنات كيما قلت لكم والله دي تشوفوا نهار كامل
كامل وانا واقفه. شوفوا غير باه نكمل عليا، مازال لي قلت ندير البقلاوه تاع لا باتا فيلو، تجيني حاجه سهله. وممكن نزيد كاش قاطو تاع سيترون وخلا، يعني فضل ونعمه من عند ربي. يعني هذا والله قلت ما ندير، وكي حطيت يدي قلت خلي نهار واحد صدقوني. ومن بعد انا ديجا مريضه البنات من رجلي، حبيت نشاوركم شكون اللي مريض كي حالتي انا. كي ندي كيما نقولوا درك ندي وقت بزاف وانا واقفه على رجلي، عندي رجلي وين الطالون هذاك بعد نعود ما نقدرش نعفس عليها. كي رحت للطبيب ولا قال لي عندك الشوكه العظميه هذيك لازم نضربوا لك فيها ابره. وانا خيتكم عدت نخاف صدقوني، والله عدت نخاف من المرضات ومن لي زوبيراسيون، وهذيك عدت الابره نخاف منها. وليت خفت ايفيتيت هذيك الابره، ما حبيتش نضربها. درك صدقوني كي نخدم وندي كيما نقولوا، ولفت نخدم بالواقفه في الكوزينه، كي ندي نهار كامل وانا واقفه والله حتى ساعتين ولا ثلاثه، صدقوني واحد لي دولار في رجلي ما نقدرش نوقف حتى. والله كيما نقولوا درك نقعد الروبوزي شويه نوقف، ما نقدرش نعفس عليها هذه واحد الربع ساعه وانا ماشي على راس صوابعي باش نقدر نعاود نعفس عليها. لي عندها المشكل هذا ودواته. ماذا بيكم البنات والله كيما نقولوا تعرف كاش واحده عندها المشكل هذا، تكتبوا لي في لي كومونتير ممكن كاش دواء بلا الابره دي، لانه قلت لكم انا خايفه من الابره اللي نضربها. رحت لهنا بالبنات هذاك شكلته لي صابلي وحطيته يطيب، والاخر زدت درته ليكا غادمه تاع الشوكولا وطيبته. خرج لي لهنا 150 حبه. شوفوا البنات، شوفوا لازم الصابلي تطيبوه شويه حمره لانه من بعد راح نلصقوه. انا هذا قلت نلصقه بالمعجون برك. شوفوا كيف طيبته حمر، الله الله. كعبه شوفوا صدقوني كعبه ما تكسرت لي، كعبه ما تكسرت لي. بورتون فيه كيما نقولوا لا مارغارين وفيه الزيت، والله شوفوا كعبه ما تكسرت. شوفوا الكميه اللي خرج لي ما شاء الله. جيت لهنا نوجد لا كريم او بور اللي راح نلصق بها الصابلي تاع الكاغ هذاك تاع الشوكولا. حبيت نكمل تام كامل في الشوكولا. حطيت لهنا 150 غرام زبده، انا درت هنا لابيل، حطيت عليها 130 غرام سكر غلاس، وحطيت هذيك 20 غرام حطيتها كاكاو. اني بالميزان البنات اني وزنتها لهنا كما قلت لكم. حطيت 150 غرام زبدة لابيل، وحطيت 130 غرام سكر غلاس، وحطيت 20 غرام كاكاو عفوا، وخلطها مليح في الباطق حتى تولي خفيفة. لأنه هذه البنات اللي راح ناكلوها مش راح كما نقولوا نخدموا بها، لازم تضربوها مليح تطلع مليح. ولا هنا جبت الصابلي تاعي هذا تاع الكاغ، ونحط كمية اللي هنا بالطريقة دي، ونحط الكعبة الأخرى ونضغط مليح باش هذيك لا كريم تمشي لي في الكعبة كاملة، ونخرج الزوائد النحيم غير بصباعي برك. نكمل الكميه كامله اللي هنا. هذه هي باش لصقتها باللاكريم، والاخر قلت نلصقه بالمعجون. وكما قلت لكم البنات اللي تحب دير نكوهات بزاف تقدري هذه الكميه برك تقسميها على 4، وانتي شوفي تولتي الصينيه تاعك وتخرج لك كميه. شوفي تاكلي وتوكلي. حكمت لهنا باش ندوب الشوكولا اللي راح نقلاصي بها. هذه هي الشوكولا دادا اللي خدمت بها البنات النوار، حطيتها لهنا او بين ماغي باش تذوب. ومن بعد كي ذابت زدت عليها كان عندي كاوكاو مرحي، وبديت لهنا نقلاصي في الليكار تاعي، وحطيتها هنا على هذه. حكمت ساشي قصيتها برك. واش هي كي تقلاصي وكي تحطوا الكعبه حاولوا تزيدوا تمشيوها باش ما دير لكمش هذيك الزوائد كامله. نمشيوها بالطريقه دي، ونقلاصي الحبات تاعي كامل بالطريقه دي. نحط الكعبه على الفرشيطه ونحط الشوكولا تاعي نقلاصيها بيان، ونشوف لي كوا هذوك اسكو تقلاصا ولا لا. ونحط الكعبه سواء على بابي فيلم ولا بابي كويسون ولا ليسونسيال، ونمشي الكعبه. شوفوا الكميه اللي خرجت لي، وشوفوا كيفاه قلاصيتها. خليت هذوك الحلاو بارد، يعني ما شاء الله ليه تجمد معاك. سورتو انا زدت لهنا فيها البنات واحد الزوز مغارف تاع زيت. رحت للصابلي الاخر، حكمت لهنا الكونفيتور تاع المشماش، فرغته لهنا باش نلصق به. نحط كميه بالطريقه دي ونحط. ومن بعد غير بالمغرف ما حبيتش نزيد نخمج ونجيب بانسو هذيك. اني اللي كيدي زعم ليه وانا واقفه على رجليا هنا لي دولار مدايرين فيا حاله. جبت لهنا شوفوا كاوكاو البنات، انا اللي لونته برك بالفير. كاوكاو كان مرحي، ودرت له كولوران في الفير باش يعطيني اللون هذا. ومن بعد نزيد نحط شويه من المعجون في الثقب هذيك باش يعطيني هذاك المنظر. شوفوا ما شاء الله. يعني ما كانش طاوله جزائريه ما تقيش فيها، يعني في العيد الصابلي هذا كيما نقولوا معشوق
يسوق الجماهير، سواء الكبير ولا الصغير اللي يحبوا ياكلوا الصابلي. شوفوا الكميه اللي خرجت لي ما شاء الله، شوفوا التزيين كيف ما صدقوني البنات روعه روعه. وكي تاكليه ثاني شوفوا يجيك خستيون وطري وهشيش وكعبه ما تتكسر لك، ويخرج لك كميه ما شاء الله كما قلت لك تاكلي وتوكلي، لانه العيد هذا موش غير لينا، لازم نخرجوا تاني منه نمدوا لحبابنا. ان شاء الله ربي يتقبل منا برك. لهنا هادو هم الحلويات اللي درتهم. كي نزيد ندير الاخرين البنات نزيد نشاركهم معاكم اكيد، حاجه باينه. هذا الصابلي، وهذا ليكور اللي قلاصيتهم بالشوكولا بالكاوكاو. ولا هنا الغريبيه تاعي اللي اكيد الفيديوهات الجايه راح نشارك معاكم الوصفه، وصفه ثاني ناجحه البنات وتخرج لكم كميه ما شاء الله. انا خيتكم نجيب لكم غير لا كونتيتي، الكاليتي والكونتيتي. لهنا للفطور البنات واش درت تليتلي. كنت ديجا لهنا اني يد من في الكاطو ويد في البرمه تاعي. قليت البرمه تاعي درتها بالدجاج، مرقتها، ومن بعد حطيت التليتلي دهنته بشويه زيت، حطيته يفور، ومن بعد حطيت له شويه مغليان باش يتشرب لي مليح. صفيته زدت عاودت فورته التفويره الثانيه. بعد ما نشفت لي البرمه حطيت له لاصوص لهنا جمرته. والله ما نحب نكثر البنات الماكله غير برمه به ما نرميوش. وهذا هو التليتلي تاعي اللي وجدته، فضل ونعمه من عند ربي. ان شاء الله ربي يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح اعمالنا ويجعلنا من عتاق من النار، امين يا رب العالمين. ان شاء الله يا ربي يرزق الناس كل متمني حاجه يا ربي، ان شاء الله ربي يحققها له في ليله القدر دي. اللي متمني صغير ان شاء الله ربي يعمر حجره. ما تنساوليش البنات.